علامات الترقيم. ما هي علامات الترقيم وما هو دورها في الكتابة؟ سوف أروي لكم قصة عن علامات الترقيم. في يوم من الأيام ذهبت علامات الترقيم إلى نزهة في حديقة المنزل، ولكن فجأة حصل بينهم شجار، فكل واحدة منهم كانت تصرخ: أنا الأفضل، أنا الأشهر، أنا كل الناس تعرفني. قالت أختهم الأكبر الاستفهام: يا أخواتي، نحن جميعا مهمات، فكل واحدة منا لها عمل خاص بها، وسوف أبدأ أنا بالتعريف عن نفسي للأصدقاء. أنا اسمي علامة الاستفهام، يضعوني في نهاية السؤال الذي يبدأ بعلامات الاستفهام: أين، متى، هل، ماذا وغيرها. مثالا: متى استيقظت اليوم؟ هل رأيتموني أنا أقف في نهاية السؤال؟ وبعدها أتت النقطة تتحدث عن نفسها: أنا النقطة، يضعوني في نهاية الجملة. أنا مهمة جدا. مثلا: ذهب محمد إلى المدرسة. هل رأيتموني أنا في نهاية الجملة؟ الآن دوري، سأتحدث عن نفسي. أنا صديقتكم الفاصلة، يضعون بين الجمل المتصلة المعنى وبين أقسام الشيء الواحد، فأنا أفصل بين الجملتين لديها نفس المعنى. مثلا: اشترت الأم الموز والتفاحة والتين. رأيتموني؟ فأنا فصلت بين الفواكه: الموز والتفاح والتين. أنا النقطتين الرئيسيتين، يضعوني بعد القول أو الخبر أو الحكي. مثال: بعد قال، أخبرنا، حكى. هل رأيتموني أين وقفت؟ مثلا: قال الأب: العلم نور. هيا يا أخواتي، فالجميع عرف من نحن. إذن علامات الترقيم التي سوف ندرسها هي علامة الاستفهام، النقطة، الفاصلة، النقطتين. إلى اللقاء يا أصدقائي.